فيتنام. اليوم الواقع هو هذا، الجزائر فقيرة جدا. الجزائر أكيد عندها النفط، عندها الغاز، ولكن دولة فقيرة، وهذا ما يفسر كل ما نراه في القنوات الإلكترونية وفي الإعلام الجزائري عن الطوابير. احنا ما كنتشفاوش بطبيعة الحال، ولكن هذا واقع. عيب انه اليوم نشوفوا مواطن جزائري كيدير الطابور على السميده وعلى العدس وعلى اللوبيا وعلى في مكان ما في الأندلس 10 مغربيات يعشن في سرية تامة في هذا البيت. هؤلاء العاملات الموسميات هربن من حقول الفراولة حيث كن يعملن في إسبانيا، ولجأن إلى نقابة عمال المزارع. اليوم يتحدثن عن ظروف عملهن القاسية. عملت كل من عائشة ولميا في منطقة ولبة، يقولن إنهن تعرضن إلى اعتداءات جنسية من قبل رؤسائهن في العمل. اللي كيتحرش بيا بزاف هو أنطونيو. هو اصلا لا شدني هو غليظ، هو اخر علينا. بقيت كنضرب بيدي، كندافع بيدي ونغوت ونضرب في الجاجه بالطونوبيل هكا. هو عصرني صحه وكيطيح ديك البولانتي ديال الكرسي، طرح الكرسي وبقى كيبوس فيا ويشد لي في حوايجي وشد لي. انايا داك الخفي انطونيو دخل علينا للبيت، دخل عند صاحبتي حامله، وهي بقات كتغوت باش ندخلوا عندها، باش كيما نقولوا قالت لنا روحوا خرجوه عليا. حنا كي دخلنا خرجناها عليها من البيت، جات بعنا انا وصاحبتي الاخرى دخل عندنا للكوزين. بموجب اتفاق للهجرة موقع بين المغرب وإسبانيا التي تفتقر إلى اليد العاملة، تتوجه 18,000 مغربي للعمل في إسبانيا خلال موسم الفراولة كل عام. إنهم يبحثون عن الأشخاص الضعفاء حتى يتمكنوا من تسليط كل أنواع سوء المعاملة عليهم. يريدون خاصة فتيات تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عاما ولديهن أطفال صغار، الفتيات القرويات خاصة والأميات. هؤلاء المشغلون متوحشون لدرجة أنهم يقرون بهذه الشروط حتى في وثائق التوظيف. أنا خويا ما نكذبش عليك، بعدا نهضر لك على راسي، أنا كلشي نتقبلو إلا هاد الحوايج باش تحرج بيا شي واحد ولا ما غاديش نقدر. واخا راجلي ما غاديش يبغي ولا ما غاديش يبغي نهضر، ما نقدرش انا نسكت على هاد الصوالح، واخا نعرف نخسر همومه. بالنسبة لهذه السيدة تعد العودة للعمل في مزارع الفراولة مستحيلة، فالاعتراض على الظلم في هذا القطاع يؤدي إلى حرمان الفرد من مصدر دخله ويعرضه إلى متاعب كثيرة. 100 من العاملات الأخريات تراجعن عن شكاويهن تحت الضغط. خطوات مثقلة بالتعب لنقل حمولة قد يصل وزنها إلى 90 كيلوغراما. هذا هو واقع الحمالات المغربيات. يأتين إلى سبتة لحمل البضائع وإدخالها إلى المغرب على المقلب الآخر من الحدود. إنه الثمن الباهظ من أجل كسب لقمة العيش. 15,000 فرانك داش النية المركوب تاكسي من تطوى لهنايا 50 درهم، ما كناكلوش، كنعسو بالجوع. لا تعطي الحكومة المغربية مساعدات لهؤلاء النساء، فما العمل؟ أن يبيعن أنفسهن أو أن يتسون؟ كلا، لذا فهن يعملن على نقل البضائع لإطعام أطفالهن. تمكنا من التقاط هذه المشاهد المذهلة بكاميرا خفية على الجانب الإسباني. نساء يحاولن ارتداء أكبر عدد ممكن من الألبسة. نناظر لنحصل على 3 أو 4 يوروهات. نخفي هذه الألبسة تحت ثيابنا لنعبر الحدود. يهربن الملابس من خلال تكديسها فوق أجسادهن ثم يغطينها بلباس فضفاض.